نجمتنا نجمة مش عادية، من الطراز الأول، كل بيت مصري بيحبها جدا. عطيات محمد البدري أو كريمة مختار. تعالوا معايا نتعرف على فنانتنا الكبيرة ماما نونا كريمة مختار. اتولدت عطيات محمد البدري في 16 يناير 1934 في القاهرة، بس أبوها أصله من أسيوط وكان بيشتغل في شركة ماركوني لتصنيع التلفزيونات والراديوهات. ووالدها سافر للقاهرة واتجوز وخلف بنتين، هي وعواطف أختها اللي اشتغلت بالتمثيل الإذاعي وأصبحت مذيعة، واتجوزت من محمد توفيق. ولها أخ كمان لواء شرطة هو محمد عبد الخالق البدري اللي توفى في 2005. وكانت عواطف أختها بتجيب معاها أختها الصغيرة كريمة مختار تشتغل مع بابا شارو، وأعجب جدا بصوتها لدرجة إن هو خلاها تقدم معاه البرنامج، واتشهرت جدا في صوتها مع بابا شارو. ولما شاف بابا شارو إنها موهوبة نصحها إنها تدرس الفن، ولما خلصت ثانوية عامة دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية. وكان والدها رافض الفكرة تماما، وإنها تشتغل بالتمثيل قدام أي كاميرات، وإنها تظهر في أي قدام أي كاميرا، لدرجة إن هي وافقت إنها تشتغل بالمسلسلات الإذاعية رغم موهبتها الشديدة، لكنها كانت بتخاف من أوامر والدها جدا جدا. كريمة مختار الفنان الكبير نور الدمرداش، بس طبعا كان لسه بادئ مشواره كممثل، لكنه من أول نظرة كان معجب بيها جدا. ونور الدمرداش في الوقت ده كان مخرج هو اللي بيوجهها، وكان بيشتغلوا مع بعض، وقعدوا أكتر من أسبوع كامل يشتغلوا مع بعض وهو بيعاكسها، وكان معجب بيها جدا جدا. وبيحكي نور ان هو كان كل ما يجي يتكلم معاه في موضوع الجواز كانت بتتهرب منه، وقالت له لا انا لسه ما خلصتش دراستي. ولما خلصت المعهد في 1955 عرض عليها الجواز، وهي قالت له خلاص اتصرف وروح لوالدي احتمال يوافق. ولما راح نور الدمرداش علشان يتقدم لكريمة مختار رفض أبوها وقال له ازاي ده انت بتطلع سايق في كل الأفلام بتاعتك. فكل ما يجي يتكلم معاه ويقول له ده مجرد تمثيل ما كانش بيصدقه، لغاية ما راح وجاب والدته علشان يتقدم رسمي. ولما جاب والدته وعرف ان هو من عيلة، ودي كانت ست رقيقة جدا جدا، والست اللي بالشكل ده اكيد هتعرف تربي كويس، ووافقوا على الجواز. اخيرا والدها وافق على الجواز، لكنه حط شرط قدام جوزها وقال له بنتي ما تظهرش قدام اي كاميرا. وفعلا وافق نور الدمرداش، لكن بعد الجواز كانت فكرة التمثيل قدام الكاميرا دي كانت في بالها باستمرار، وقالت انا لازم امثل، انا خلاص اتجوزت. وظهرت في اول فيلم ليها فيلم المستحيل وكسرت الدنيا، ومن صغرها كانت بتمثل دور الام، لكنها كانت بتعشق التلفزيون جدا جدا، وعملت افلام ومسلسلات كتير. تعال اقول لكم شوية افلام جميلة جدا لكريمة مختار. وكان من أهم الأفلام اللي عملتها فيلم الحفيد، ويا رب ولد، وبالوالدين إحسانا، ومضى قطار العمر، والرجل فقد عقله، مع وحش الشاشة فريد شوقي. كان فيلم جميل جدا وكان بيضحك جدا. وفيلم الفرح وساعة ونص. ومن أهم مسلسلاتها الناجحة اللي عملتها وبرزت جدا أدوارها مع الجمهور البخيل وأنا، وزهرة وأزواجها الخمسة، والفرسان، والحارة، والحاوي، وبرديس، ويتربى في عزه. المسلسل ده عملت فيه شخصية ماما نونا اللي كلنا كنا بنعيط يوم وفاتها، وبكت كل شعب مصر وكل العالم العربي يومها. وعملت مسرحية العيال كبرت بعد نبيلة السيد لما اعتذرت، والدور ده نجح جدا لحد دلوقتي. كلنا بنحب مسرحية العيال كبرت، اتألقت فيها جدا وكان دورها مميز، وحصلت على جايزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي. وفنانتنا كريمة مختار أنجبت 4 أبناء، هم معتز الدمرداش وده مذيع لامع كلنا عارفينه، وشريف الدمرداش، وأحمد الدمرداش. أما هبة الدمرداش والدتها رفضت جدا إنها تخش التمثيل، وقالت هي تفوق لبيتها ولأولادها وبس. فنانين كتير فعلا كانوا بيعتبروها امهم زي احمد زكي ويونس شلبي وسعيد صالح، وبيقول انها كانت بتجيب كوارع واكل ليهم وتاكلهم، فعلا بتعتبرهم كانهم ولادها، وكل ما كانوا بيخشوا عليها كانوا لازم بيبوسوا ايديها.
وكانت ست خيرة جدا وبتعطف على العمال، وكل اللي في البلاتو كانوا بيحبوه. مفيش حد مثل معاها إلا ما حبها واعتبرها فعلا والدته. توفى زوجها المخرج والفنان الكبير نور الدمرداش سنة 1994، وقعدت أرملة من بعده 24 سنة، ما فكرتش خالص في جواز. وكتير مننا ما يعرفش إنها مثلت مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم فتى أحلامي سنة 1957 مع المخرج الكبير حلمي رفلة. لكن مثلت بصوتها بس، لأن بطلة الفيلم الأساسية منى بدر أو ماري النجار السورية كان صوتها صعب جدا وغليظ، ما كانش لايق خالص على جسمها، ففكروا الفكرة دي عبد الحليم وحلمي رفلة إن هم يجيبوا كريمة مختار بدلها في الصوت. واصلا منى بدر ما مثلتش كتير، هي عملت يا دوبك 3 افلام وما سابتش بصمه خالص في السينما، وبعدها هاجرت لامريكا وجالها زهايمر وتوفت هناك في امريكا. وهو ده الفيلم اللي عملته كريمه مختار مع العندليب. واكتر فيلم صعب مر على الفنانه كريمه مختار كان فيلم وبالوالدين احسان، لان حسن الامام طلب منها انها ترقص بمناسبه نجاح ابنها. وفعلا كريمة مختار كانت خايفة جدا من اللقطة دي، لأنها عمرها ما رقصت وعمرها ما عرفت ترقص، لكن كل اللي في البلاتو أقنعوها إنها لازم تعمل اللقطة دي، وببساطة جدا وافقت. لكن كان صعب عليها لدرجة إنها عيطت قبل المشهد ده، ولأنها كانت خايفة إنها ما تقدرش تأدي دورها. وفعلا كانت أم المصريين وكانت امتداد لفردوس محمد، وكانت طيبة جدا وحنينة في التمثيل وفي الحقيقة. الإشاعات اللي طلعت كتير جدا عليها إنها أخت الرقاصة نعمة مختار، لكنها طلعت وكذبت الخبر ده وقالت هي ما تقربليش ولا من قريب ولا من بعيد. وعملت فنانتنا عملية كبيرة جدا في معدتها، ومن بعدها كانت تعبانة جدا لحد يوم وفاتها. وقبل ما تتوفى حلمت حلم إنها شافت نفسها لابسة عروسة وشكلها صغير وبيزفوها على زوجها نور الدمرداش. وقبل ما تموت اتبرعت بكل مجوهراتها لمستشفى سرطان الأطفال. وتوفت ماما نونا أو كريمة مختار في 12 يناير 2017 بعد عطاء دام أكتر من 30 سنة للفن. كانت فعلا ونعمة الأم. اكتر الافلام اللي بحبها ليها هو فيلم الرجل اللي فقد عقله، وكمان يا رب ولد، وافلام كتير ليها كمان جميلة جدا. اما المسلسلات اللي كنت بحبها ليها قوي هو مسلسل حمادة عزه، انا كنت بحب فيها شخصية ماما نونا جدا جدا. يلا قولولي في الكومنتات ايه اكتر فيلم او مسلسل حبتوه لماما كريم. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة، وبشكركم جدا على متابعتكم.